معانا ومعاكم النهاردة بونبوناية الشاشة العربية ياسمين عز اللي دايما أسد في ظهر الرجالة. منه ربنا اللي يزعلك يا شيخ. ومتفبرك. ليه بقى؟ لأن ده لا أسلوبي ولا طريقتي. اللطافة دي ما البسكوتة يطلعش دي منها الكلام اللي اتقال ده. الكياتة دي ما يتكتبش وما يتقالش الحكاية عن دي لساني الكلام الوحش اللي اتقال ده أبدا. الملاك الأبيض في أبيض ده مستحيل يقول الألفاظ اللي اتقالت في التصريح ده. طبعا منه ربنا اللي يزعلك. فببساطة كده، لو كنت قريت التصريح المفبرك على لساني عن أستاذ أحمد موسى كنت عرفت بسهولة إنه كذب ومتفبرك. ليه بقى؟ لأن ده لا أسلوبي ولا طريقتي. اللطافة دي ما يطلعش منها الكلام اللي اتقال ده. الكياتة دي ما يتكتبش وما يتقالش عن لساني الكلام الوحش اللي اتقال ده أبدا. الملاك الأبيض في أبيض ده مستحيل. منه ربنا اللي يزعلك يا شيخ والله، عشان دايما سند الرجالة واقفة في ظهرهم عكس الناس التانية خرابين البيوت. يصلح حالك يا ربنا يا أختي ياسمين، يصلح حالك يا ربنا، ودايما كده واقفة في صف الرجالة. شكرا ليك، ربنا يقويك عليهم. طبعا في حريم كتير وفي ستات كتير في مصر. مش هقول لك يعني جرب تشيل القولون والطحال وتشيل البنكرياس وتشيل المرارة وتشيل الكبد وتشيل القلب من الكاد منك، يعني بالمعنى العربي انت جبت لمصر كلها جلطة بالحريم. شد حيلك ودوس واحنا في ظهرك، ربنا يقويكم، منه ربنا اللي يزعل.